بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هرد على الناس اللي عماله تسالني كل شويه هو ايه اللي هيتم او ايه الاخبار او ايه الدنيا او احنا لسه اصلا الموقع ما قفلش. الناس مستعجله جدا، ما اعرفش ليه، مع ان لسه بدري قوي والموضوع ده عاوز اللي نفسه طويل واللي باله طويل واللي مجتهد واللي بيركز واللي يعني بايعها زي ما بيقولوا عشان يعرف يجيب الشقه. لكن اللي بيسال كل يومين ثلاثه ايه الاخبار ده هيتعب قوي قوي يعني الفتره اللي جايه. تمام. فطول بالك واهدى كده عشان الموضوع لسه قدامك كتير جدا، لسه قدامك كتير جدا عبال ما يبقى معاك مفتاح شقه. فانت بالوضع اللي انت بتتكلم فيه انه كل يومين ثلاثه الاقي رساله جايه لي ايه اللي هيتم ايه الاخبار، لا يعني احنا كده مش يعني الدنيا مش ظريفه يعني. فانا حبيت اعمل الفيديو ده عشان اوضح للناس، ويا ريت يا جماعه بعد اذنكم قبل ما اتكلم في الفيديو مهم جدا هوضح لك فيه الخطوه اللي جايه ايه، اللي هي من دلوقتي لحد ما تبدا تدفع اول قسط ليك ربع سنوي ايه اللي هيتم. وركز معايا وشير ولايك ومتابعه للفيديو عشان غيرك يستفيد والمعلومه توصل، وموضوع الاسئله يهدى شويه عليا عشان انا برضو مش هقدر ارد على كل الناس في نفس اللحظه يعني. تمام. اعتبارا من اول فبراير هيبدا يتم ارسال رسائل نصيه على الموبايلات للناس اللي قدمت على حسب الموبايل اللي سيادتك حطيته. يعني رقم الموبايل اللي انت هتحطه في الموقع لو مقفول انت مش هتعرف حاجه، ولا اي رساله هتيجي انت مش هتعرف بيها اي حاجه، هتبقى انت كده ايه، السلام عليكم وعليكم السلام. لكن اللي هيحط خط او اللي حط رقم موبايل ورفعه يفضل شغال معاك ان كل خطوه هتحصل الفتره اللي جايه هتبقى عن طريق الموبايل وعن طريق الرقم ده. جميل جميل. طيب لو انت ما جالكش رساله في خلال شهر فبراير هيبدا الفرز حسب اولويه الناس اللي هم قالوا عليها، اللي هي المتزوج ويعول، وبعد كده الارمله والمطلقه لا تعول، وبعد كده المتزوج ولا يعول، وبعد كده الانسات والاعزب والمطلقات والارامل الذين لا يعولوا. دول الترتيب اللي هم قالوا عليه، هيتم الفرز بنفس الترتيب ده. تمام تمام. طب لو انت ما جالكش رساله نصيه على موبايلك، عايز تطمن وعدى شهر فبراير مثلا ما عرفتش اي حاجه وما جالكش اي حاجه وعايز تخش تطمن، تعمل ايه؟ اولا عندك لينك انا منزله على صفحتي على الفيسبوك، اللي عايز الصفحه يخش على صفحتي على البوست اللي انا منزل فيه الكلام ده اللي انا بقوله ده، بنزل بيه بوست، هتلاقي لينك موجود في البوست من جوه. اللينك ده حضرتك بتخش عليه وطبعا بيفتح لك الصفحه وبتروح مدخل رقم القومي بتاع حضرتك وبتكتب او بتضغط على نتيجه الفرز. هيطلع لك ثلاث حاجات او هيطلع لك ثلاث، يعني هيترد عليك حاجه من ثلاثه: يا تم القبول، يا اما لم يتم القبول وهيتقال لك ليه ما تمش القبول، يا اما انت لسه بيتم فرزك او لسه الورق بتاعك ما تمش فرزه. ده اللينك. طب الحاجه الثانيه للناس اللي مثلا ما عندهاش خبره او ما عندهاش الخلفيه بتاعت ان هو يخش على اللينك والجو ده، يعمل ايه؟ عندك رقم 9311 هتبعت عليه رساله نصيه، مش اتصالات ولا خط ساخن، لا رقم ده يعطى رقم كده رساله 9311 هتبعت رساله نصيه عاديه جدا، هتحط فيها رقم القومي بتاع حضرتك واسمك اللي انت حطيته او اسمك اللي في البطاقه زي ما مكتوب في البطاقه بالظبط والرقم القومي، وتكتب وتبعت رساله على الرقم ده. هيترد عليك من الصندوق بنفس الرد التاني اللي هو يا اما منطبق يا اما تمام يا اما مش تمام وليه يا اما لسه تحت الفرز. دي الطريقتين اللي انت ممكن تخش بيهم على الموقع تعرف انت رايح فين وجاي منين. الكلام ده امتى؟ مع نهايه فبراير، يعني بدايه من اول فبراير هم يبداوا يبعتوا رسائل. في ناس ممكن ما تجيلهاش رسائل، ده وارد، تعليق السيستم بقى، ضغط شغل، نسيوا، وواحد نسي يتبعت لك، ايا كان الموضوع. فانت عندك الطريقتين اللي انت ممكن تخش وانا قلت لك عليهم. اول طريقه اللينك، تاني طريقه الرقم اللي هو 9311. المعلومه المهمه قوي بقى اللي انا هختم بيها الفيديو، اللي هي في فتره هتتفتح بعد ما يخلصوا الفرز، بعد ما يخلصوا الفرز هيفتحوا فتره تظلمات. ايه التظلمات دي يا جماعه؟ دي للناس اللي مثلا نسيت ورقه، حطت حاجه غلط، عايز يظبط حاجه، اي مشكله عندك. للناس اللي هيبقى عندها مشاكل هيفتح لك حاجه اسمها فتره تظلمات عشان تعدل لو عندك حاجه انت نسيتها او حاجه مش مظبوطه او بيان ما حطيتوش او غلطت في حاجه. وده وارد طبعا ان اي حد ممكن يغلط او ينسى حاجه او يبقى الموضوع ايه في اي مشكله، ده وارد. وده سيستم، ودي بني ادمين ممكن يغلطوا، ممكن يبقى الراجل اصلا ورقه تمام وتلاقي نفسك ايه انت معمول لك غير منطبق وانت اصلا منطبق. ده وارد وبيحصل كتير جدا، خلي بالكم يعني. تمام. ده كده فيديو يعتبر يعني لخصت لك فيه ايه اللي هيحصل بعد يوم 15 واحد. استاذن الناس المتابعين الافاضل شير ولايك ومتابعه، وبالاخص الشير طبعا، انا يهمني اكتر الشير عشان الناس تشوف الفيديو وتبقى عارفه ايه اللي هيتعمل، عشان يبقى كل واحد عارف الدنيا ماشيه ازاي مع نفسك بقى، موبايلك في ايدك
معاك اللينك بتاعك، معاك الرقم التاني اللي هو 9311. مع نفسك بقى عيش، مش كل شويه الناس داخله بتسال. لا انا بقول لك اهو هتعمل ايه. ابعد بعد الصندوق خالص، لو الصندوق ما بعتلكش انت اتصرف. هتعمل ايه؟ هتخش تعمل ده او ده، هتجيلك النتيجه والرد، وكل حاجه هتحصل بعد كده هيبقى عن طريق الرقم الموبايل اللي انت حطيته في الموقع. كل المتابعه يا اما على اللينك اللي هتلاقيه على صفحتي، يا اما الرقم اللي هو 9311 هتخش عليه تعرف دنيتك كلها. يبقى تبعت رساله هيترد عليك الدنيا رايحه فين وجايه منين. موضوع سهل جدا، بلاش تكبروا الدنيا، بلاش تبقوا قلقانين، بلاش، انا اسف، بلاش تبقوا يعني ايه عندكم ضغط. موضوع مش عايز كده، موضوع عايز هدوء وعايز طولة بال وعايز متابعه، واهم حاجه المتابعه، وما تعتمدش على حد. كل واحد لازم هو يتابع لنفسه. ما تروحش تقول له فلان تابع لي، لا خلاص، هو فلان ده لو كان عمل لك خطوه او ساعدك في حاجه فهو دوره خلص. مجرد ما الموقع بيقفل والورق بيترفع ويتم التطابق، انت عيش بقى، ما تعتمدش على حد. لا عيش انت مع نفسك وشوف ودوس ودور واسعى. وخلي بالكم يا جماعه، ناس كتير هتسحب نفسها في خلال الاقساط لان مش هتقدر تدفع الاقساط، وناس كتير مش هتقدر تدفع المقدمه ان الشقه غاليه جدا. الشقه غاليه جدا والمقدمات هتبقى عاليه جدا. وهتقولوا حاتم قال، وافتكروا الفيديو ده كويس، بعد 3 سنين عدد كبير جدا من النص مليون اللي قدموا هيسحبوا نفسهم عشان مش هتعرفوا يدفعوا المقدمه، عشان الشقه دي نازله غاليه قوي. تمام، تحياتي ليكم. ده فيديو على السريع. اي حد عايز اللينك يبعت لي على الخاص، سواء هنا او على الفيس او على اليوتيوب. هبعت لك اللينك على المطرح. شوف انت هتبعت لي رساله فين، هروح ابعت لك اللينك عشان لو حابب تخش. مش عايز تخش لينكات وعايز رقم معين 9311 هتعرف كل حاجه عن طريق رساله نصيه. تحياتي ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله. وتابعوني عشان في شويه فيديوهات نازله كويسه فيها شويه معلومات هديها لكم، عشان في شويه تغييرات هتحصل الفتره اللي جايه. ونتمنى الخير للجميع، وان شاء الله السنه دي تبقى احسن من السنه اللي فاتت، ويبقى الخير افضل للامه العربيه كلها، وربنا ينصر اهلنا في غزه. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.